ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل المخلل المشكل، اللي هو جزر ولفت، كله طبعا مغسول، فلفل احمر، فلفل من ده احمر برضو، كام قرن اخضر كده، والقرنبيط. انا اشتريت قرنبيطة وقطعتها بالشكل ده، هخليها معاه يعني يعتبر ترشي. بس انا ما بحبش البصل والخيار الايام دي، مش عارفه اجيبه لانه ايه، مش بلدي، فطبعا مش هي ممكن يتهري. هو ما انا ممكن احطه سليم، بس خلينا كده ايه، اخلي الخيار لوحده ونبقى نقطع منه ونحط على الترشي البلدي الجميل اللي هعمله بميه، لون ميه المعامل الترشي، والطعم هيعجبكم جدا. اول حاجه هعمل ايه، انا غاسله كل ده، كل الحاجات دي مغسوله. فلفل مغسول، اللفت مغسول ومتقطع، متشال منه الاعناق بتاعته كل حاجه، والقرنبيط مغسول. هعمل ايه، غاليه ميه، بدايه كده غاليه ميه للقرنبيط اهو، واروح منزلاها عليه واسيبه متغطي 10 دقايق، وبعد كده اصفيه واسيبه يبرد وابدا اخلل اهو. ليه بقى؟ عشان يشيل الاكسده اللي فيه، ما يبقاش، مش هخلله كده وهو ني ولا هسلقه، انا هحط عليه ميه مغليه واسيبه 10 دقايق. ممكن احط شويه ملح عليه، شويه كمون صغيرين، القرنبيط بيحب الكمون. اهو كده، واغطيه واسيبه 10 دقايق اهو، هركنه كده 10 دقايق على ما ابدا اقطع المخللات دي اهو. انا هقطع ازاي؟ معايا ادي اللفت اهو، القطاعه دي سهله جدا يا جماعه، ما عندكيش القطاعه يبقى السكينه. انا عايزه اقطع الفلفل تخين، اللفت تخين كده اهو، عشان يتحمل كده، مش هقطعه رفيع قوي. اقطع الجزر برضو بالشكل ده. على فكره القطاعه ما بتاخدش وقت في التقطيع اهو يا جماعه. الجزر ما بيستويش بسرعه زي اللفت. اقطع كمان واحده لفت معاكم اهو. هقطع بقى كل الكميه دي وارجع لكم. طبعا الفلفل ده نخليه هنا كده، ده مش هقطعه، ده انا هطحنه مع، تعتبر دقه مع توم، مع الفلفل، قطعه من الفلفل الرومي ده اهو، وطبعا قرنين فلفل حامي هنحطهم مع الخلطه. من احلى المخللات اللي هو الترشي ده، بتحب تفتح النفس وطعمها حلو، نحب ناكلها جنب الاكل، تنفع قوي. لو حابه تخليه رمضان هقول لك تعملي ايه، يعني لو حابه تخليه لرمضان مش عايزاه يستوي بسرعه هقول لك تعملي ايه، حابه تاكليه بسرعه هقول لك برده تعملي ازاي. اهو يا جماعه خلاص، هقطع كل
الكميه دي ونرجع تاني مع بعض. اهو يا جماعه قطعت الخضار. طبعا الواحد ايده مغسوله طول الوقت في الميه. بسم الله. اهو بالشكل ده. مع الفلفل ده مشققاه عشان يدي الطعم. طبعا مصفيه القرنبيط من الميه المغليه ويبرد واحطه هنا. هقطع الفلفل ده واطحنه في في الكبه او في طحانه الخلاط. المهم اخليه طري جدا. وفصص توم، محضره بابريكا، كمون، شويه كزبره صغيرين عشان الكمون عشان القرنبيط. وهتاكلوا احلى مخلل ترشي تحفه. انت بقى وانت بتقدميه ممكن تحطي معاه زيتون في طبق الترشي بالميه بتاعته، زيتون، بصل صغير ده اللي انت عايزه تحطي فيه. ناس بتخلله بالترمس بالحمص، كلها اذواق وكلها في الاخر بيبقى طعمها حلو جدا. اهو انا هجيب القرنبيط واطحن الفلفل وارجع لكم تاني. اهو الطحانه احط فيها الثوم بتاع 10 فصوص كده، واقطع الفلفل واضربهم اطحنهم علشان يبقوا ناعمين. الفلفل بديله طعم ولون. انا ما بحطش بنجر لان بتاع الترشي المعامل ما بتبقاش حاطه بنجر، بيبقى لونه احمر كده من الفلفل الحلو والفلفل الاحمر. هطحن شويه شويه ونرجع تاني مع بعض. اهو يا جماعه حطيت القرنبيط اهو بعد ما نقعته. بعمل كده طبعا محضره الحاجه اللي هحط فيها. عملت طحنت الفلفل الاحمر على الفلفل البارد اهو. محضره بقى التوابل، محضره ايه، الميه مغليه ومتبرده. اي ميه والملح. كل لتر ميه عليه 4 معالق ملح، وازود معلقه واحط معلقتين سكر زي ما اتعودنا في المخللات، علشان كده بتنجح. انا هجهز البرطمان والعلبه اللي هحط فيها وارجع لكم. انا هنا عبيت المخلل وفاضل شويه اعمله في برطمان اهو. محضره الميه اللي مغليه قبل كده واحط لها الملح ومعلقتين سكر. اللترين ميه عليهم 8 معالق ملح هرميه كده اهو يا جماعه. هحط 8 معالق، ممكن احط 9 كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8. انا حطيت الكيس كله، كيس الملح. هحط عليه ايه، معلقتين سكر. هقلب بقى الكلام السكر بالملح ونرجع تاني مع بعض. طبعا انا دوبت الملح والسكر في الميه المغليه من قبل كده. تمام. هعمل ايه، هحط بقى الخلطه اللي انا عملتها اهي، اللي هي الفلفل الحار وطحنتها بالثوم. احط منها على الميه المتملحه اللي هي تبقى لون الترشي اللي بنجيبه. الكيس دلوقتي وصل لكام، ل50 جنيه. طب ما احنا نعمله، انا ب50 جنيه عملت كل الكلام ده اهو. شايفين اللون اهو. احط على الميه دي شويه كمون حبه صغيرين عشان القرنبيط، شويه كزبره صغيره اهو للطعم بس. ادي شويه كزبره، ونحط شويه كمون اهو يا جماعه. ونحط شويه بابريكا عشان برضو اللون نعززه شويه. سنة بابريكا واقلب برضو. وابدا بقى احط. قلت لحضرتك لو عايزه تاكلي المخلل يعني ياخد وقت ما تحطيش خل. احنا عاوزين ناكله بسرعه هنحط خل. احط ربع كوبايه خل بس كده، وتاكلي احلى ترشي، احلى من بتاع بره وانضف كمان. هبدا انا طبعا غليت الميه من قبل كده، وهبدا احط الميه الجميله اهي.
انا بقلب برضو التوابل اللي انا حطيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط الميه وارجع لكم اهو يا جماعه. المخلل بس انا علشان هو خفيف فبيدفع على الميه، انا حطيت الطبق ده واقفل العلبه علشان الميه لو ما وصلتش الحاجه بتبوظ. الميه بتاعته ادي الترشي، وعندي هخلي البرطمان صغير تاني. نمسح بقى كده بالمناديل اهو، ننضف حاجتنا واجيب الغطا واغطيه. بسم الله. بس انا همسح الميه دي، طبعا هو مفيش ميه تانية هتنزل خلاص. اهي يا جماعه عملت معاكم المخلل المشكل زي بتاع المحلات واحلى كمان. تاكلي منه على طول. قلت لحضرتك لو مش عايزه تاكلي منه على طول وتخليه لرمضان ما تحطيش خل. انا كان ممكن احط كمان عصره ليمونه او طرنشات ليمونه، بس انا حاطه توابل ومحيقاه زي الفل اهو. يا رب الفيديو يعجبكم والوصفه تعجبكم وتجربوها. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير والقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.